السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الدوناتس المخبوزة في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، بقوام خفيف وهش جدًا بدون نقطة زيت، من غير بقى مشاكل الدوناتس إنها بتشرب زيت أو إنها بتطلع معاكِ مش زي ما أنتِ عاوزة. بجد هتطلع معاكِ النهارده طرية وهشة جدًا وقوام خفيف جدًا، خفيفة جدًا وهشة وطرية جدًا عن المعمولة في الزيت كمان. يلا بينا نبدأ ونشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ متنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا كوباية إلا ربع من اللبن. اللبن هنا كان دافي عشان الجو كان لسه ساقعة، أما لو احنا هنكون في الصيف يبقى اللبن بدرجة حرارة المطبخ. معايا ربع كوباية من السكر. معايا معلقة كبيرة من خميرة فورية، معلقة بتكون ممسوحة مش هرمية. بعدين بنبدأ نقلب المكونات كويس جدًا مع بعض. في الخطوة دي لو أنتِ مش متأكدة من نشاط الخميرة بتفضّل إن أنتِ تسيبيها على جنب لحد ما الخميرة تبدأ تتفاعل وتنشط معاكِ، لكن لو متأكدة هتبدئي تكمّلي بقية المكونات عادي جدًا. ومعايا معلقة كبيرة من الزيت، أي نوع زيت نباتي موجود عندِك. معايا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وطبعًا طالما في بيض يبقى في فانيليا، ومعايا معلقة صغيرة من الفانيليا أو كيسين فانيليا باودر، معلقة صغيرة من الخل. نقلب المكونات كويس جدًا لحد ما يندمجوا مع بعض. بعد كده هابدأ أنزل عليهم بالمواد الجافة، وأنا هنا معايا 3 أكواب من الدقيق. أنا هنا معايا مَج الشاي العادي، ضايفة عليهم ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الملح. باقلب المكونات الجافة الأول مع بعض، بعد كده بانزل على الخليط السائل معايا، بنقلبهم في الأول بالمعلقة لحد ما يندمجوا مع بعض. بعد كده بنضف المعلقة ونبدأ نعجن بإيدينا. هابدأ أعجن بإيدي وألم العجينة كويس جدًا. وطبعًا زي ما إحنا عارفين إن كل نوع دقيق بيختلف من نوع للتاني من حيث امتصاصه للسوائل. في أنواع دقيق بتحتاج سوائل أكتر، وفي أنواع بتاخد أقل، فعلى حسب نوع الدقيق معاكِ. فأنتِ لو محتاجة العجينة هتبدئي تزوديها سوائل. أنا عايزة هنا العجينة تكون طرية زي ما أنتِ شايفة كده بتلزق. وأنا هنا العجينة خدت معايا معلقتين كبار من اللبن كمان زيادة، عشان توصل معايا لقوام طري وبيلزق زي ما أنتم شايفين كده. أنا عايزة العجينة تكون فيها رطوبة أكتر وتكون طرية جدًا. المرحلة دي هابدأ أعجن في العجينة معايا حوالي من 5 ل7 دقايق كويس جدًا لحد ما العجينة العرق بتاعها ينشط. بعد كده هابدأ أضيف معلقة كبيرة من الزبدة الطرية، لازم الزبدة تكون طرية زي ما أنتم شايفين كده عشان تندمج بسهولة مع العجينة. بابدأ أدمجها كويس جدًا مع العجينة لحد ما العجينة تتشرب معايا الزبدة كويس جدًا. أول ما تبدأ الزبدة تندمج كويس جدًا مع العجينة، هتلاقي العجينة بدأت تفُك منِّك زي ما أنتِ شايفة معايا كده. كمّلي عجن وهترجع تلِم معاكِ تاني. لو أنتِ مش حابة الزبدة أو مش متوفرة عندِك، ممكن تخلّي المقدار كلّه زيت. يعني إحنا حطينا معلقة في الأول كبيرة زيت ومعلقة زبدة. لأ، خلّي المقدار كلّه زيت، هيبقى عبارة عن 4 معالق من الزيت. هابدأ أعجن في العجينة برضه من 7 ل10 دقايق. لازم تعجني في العجينة كويس جدًا، كل ما عجنتِ العجينة كل ما خدتِ منها نتيجة أحسن. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده قوام العجينة طري جدًا وبيلزق. القوام ده هيدّيكِ في الآخر هشاشة حلوة جدًا الدوناتس. بعد ما عجنت العجينة كويس جدًا هابدأ ألمّها وأبدأ أمسح الطبق اللي معايا بمسحة زيت عشان خاطر العجينة ما تلزقش فيه. وهالِم العجينة بين إيديّا كويس جدًا، وطبعًا إيديّا ما فيها مسحة زيت فده بيسهّل عليَّ إن أنا ألِم العجينة. بعد كده هاحط العجينة في الطبق وأبدأ أمسحها مسحة زيت خفيفة من على الوش كده. برضه ده الزيت بيسرّع عملية التخمير وفي نفس الوقت ما يخلّيهاش تلزق معايا في الطبق أو في الكيس. بعد كده هابدأ أغطّيها بكيس تلاجة كويس جدًا عشان ما تنشفش، وكمان هاغطّيها بفوطة واسيبها في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها. بعد مرور حوالي ساعة إلا ربع كانت العجينة خمرت معايا. هابدأ أشتغل فيها على طول، هارُش رشة دقيق بسيطة كده على سطح العمل اللي أنا هاشتغل عليه، وبعد كده هابدأ أفردها. العجينة طرية جدًا، فبالتالي هتتفرد معاكِ بكل سهولة، وكمان رشة الدقيق هتخلّيكِ تعرفي تتحكمي في فردها. هابدأ أفردها، وأنا بافردها بقى عاوزاها تكون مش رقيقة، لأ أنا عاوزاها تكون سميكة شوية، عشان خاطر الدونات معايا في الآخر تطلع مرتفعة. بعد كده هاجيب أي قطّاعة عندي على شكل دايرة زي ما أنتم شايفين كده، أو حتى ممكن كوباية، المهم يكون على شكل دايرة، وأبدأ أقطّعها زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا الحجم اللي أنتِ عاوزاه، يعني ده حجم متوسط، لو أنتِ عاوزة أكبر ممكن تقطّعي أكبر عادي جدًا. أيًا كان النوع الحاجة اللي أنتِ هتقطّعي بيها، لازم تغطّسيها كده في دقيق عشان خاطر وأنتِ بتقطّعي ما تلزقش معاكِ العجينة فيها. زي ما أنتم شايفين كده سمكها أنا شِلت الأطراف اللي حواليها. بعد كده هارجع ألِم الأطراف دي تاني وأرجع أفردها تاني وأقطّعها.
بعد كده هابدأ أرص الدوناتس في الصواني أو الصاجات اللي هاخبز فيها، ولازم يكونوا الصاجات أو الصواني ممسوحين مسحة زيت عشان خاطر الدوناتس ما تلزقش فيها. زي ما أنتم شايفين كده هابدأ أرصهم وأسيبهم لحد ما يتضاعف حجمهم. بعد كده دي الأطراف لميتها على هيئة كرة، وبعد كده هارجع أفردها تاني. لو لقيتِ العجينة معاكِ مش بتتفرد أو بتمُط معاكِ عاملة زي الأستك كده، سيبيها بس ترتاح دقيقتين 3 وارجعي افرديها، هتتفرد معاكِ بكل سهولة. أنا هنا قطّعتها وهاعمل الشكل التاني للدونات اللي هو يكون من جوّه مفرّغ كده. باجيب أي حاجة على شكل دايرة صغيّرة وابدأ أعملها من النُص زي ما أنتم شايفين كده. أنا هنا استخدمت اللي هو القمع بتاع الكريم شانتيه، ممكن تستخدمي غطا إزازة، أي حاجة بس تدّيكِ الشكل ده. بعد كده هارصهم في الصينية واغطيهم واسيبهم لحد ما يتضاعف حجمهم. وهنا الدوناتس بعد مرور حوالي برضه ساعة إلا ربع كانت خمرت معايا زي ما أنتم شايفين كده واتضاعف حجمها. هابدأ أدخّلها الفرن، نكون مسخّنينه من قبلها بحوالي ربع ساعة على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط لحد ما ياخد لون دهبي حلو من تحت. أول ما تلاقيه خَد لون دهبي حلو من تحت هتفتحي الشواية على الهادي كده لحد ما ياخد لون خفيف من فوق. هي بتاخد حوالي 12 ل15 دقيقة على حسب الفرن. وبعد كده بتطلع زي ما أنتم شايفين معايا بالشكل ده، واخدة لون حلو جدًا، وطبعًا كمان ما دهناش أي حاجة على الوش. طبعًا بتسيبها تهدى خالص لو أنتِ هتزينيها بالشوكولاتة أو هتحشيها. لكن لو عاوزة بس تعملي الcover بسكر وقرفة أو سكر بس، يبقى بعد ما تطلع من الفرن هتسيبها بس تهدى دقيقة كده بس بحيث إن أنا أعرف أمسكها، وأبدأ أمسحها مسحة بسيطة كده من الزبدة زي ما أنتم شايفين. لأن طبعًا لمّا بتكون مقلية في الزيت بنحطها في السكر بيبدأ السكر يلزق عليها. لكن هنا أنا هامسحها مسحة خفيفة من الزبدة عشان الزبدة تساعد إن السكر يلزق عليها زي ما أنتم شايفين كده بكل سهولة. كده هاسيبها لحد ما تهدى خالص ونبدأ نحشيها الحشوة اللي إحنا حابينها، سواء كانت مربى فراولة أو حتى شوكولاتة. اختاري الحشوة اللي تحبيها. زي ما أنتم شايفين كده هنا بعد ما بردت باجيب أي أداة، يعني أنا هنا جايبة سكينة رفيعة وأبدأ أفرغها من النُص وأبدأ أحشيها. أنا هنا هاحشي مربى فراولة زي ما أنتم شايفين كده. وكمان هاحشي جزء منها شوكولاتة سبريد، أي نوع شوكولاتة متوفر عندِك أو حتى جناش شوكولاتة زي ما أنتم شايفين معايا كده. وفي دونات مش هاحشيه خالص اللي هو الدونات المفرّغ من النُص، بس أنا هابدأ أحُط بس على وشه شوكولاتة سايحة زي ما أنتم شايفين كده، وهاكتفي بكده مش هاحشيه أي حاجة. وهاعمل خطوط تزيين بسيطة بالشوكولاتة البيضا زي ما أنتم شايفين كده، ده اختياري يعني التزيين على ذوقِك. ممكن تكتفوا بالسكر والقرفة بس وهتبقى جميلة جدًا برضه. ودي كمان الدونات المحشية هابدأ أعملها بشوكولاتة من برّه زي ما أنتم شايفين كده. معمولة بمربى عملتها بشوكولاتة بيضا، وده التزيين النهائي زي ما أنتم شايفين معايا كده. وطبعًا التزيين على ذوقِك زي ما أنتِ حابة. بجد العجينة هشة جدًا وخفيفة، وكمان أخف من اللي في الزيت كمان جدًا. بجد عجينة طرية جدًا وطعمها روعة. لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك.